مشاهدينا الكاميرا كانت حاضرة وبقوة في رمضان هذا العام الاستثنائي لإيصال رسالة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من خلال أعمال تترجم الواقع اللي نعيشه ونتعايش معه. خلونا نشوف وياكم لقطات من كواليس عمل فواصل رمضان وراجعين لكم مع مخرج هذا العمل. هي الصورة التي تحكي يوميات الأسرة في رمضان هذا العام، عمل مميز لفريق عمل دأب على إيصال رسالة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عبر فكرة مبتكرة، فكرة بلورها مخرج العمل محمود الشيخ، وبروح الفريق الواحد عمل على إبرازها لما لها من أهمية. ونظرا للظروف الاستثنائية الذي عمل فيه فريق العمل لم يحد من عطائهم في خدمة الوطن. مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا العمل يسعدنا اليوم استضافة المخرج والزميل محمود الشيخ. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير بدر. كل عام وانت بخير شيماء. حياك الله أستاذ يعني في البداية يعطيك العافية على هذه الفواصل، فواصل جميلة فيها رسائل، بعضها كان واضح، بعضها كنا نحتاج ان احنا نشوف تفاصيل هذا الفاصل عشان توصل لنا الرسالة، لكن كلها كانت تهدف إلى هدف واحد. كلمنا عن هذا العمل، شلون جات فكرته، والهدف احنا حابين نوضحه ايضا للساده المشاهدين. في البدايه اول ما يعني التكليف من الحمله الوطنيه لمكافحه فيروس كورونا ان نسوي فاصل بعنوان رمضان الاسره، مختص برمضان ويمعه الناس في رمضان. فقعدنا عشان نجمع الافكار، فشفنا المطروح كان الذكريات والحنين ورمضان كان قبل وشون تغير فيها الحين، بس ما في شيء مختلف. فمن كذي اخترنا واخترت انا بالذات قصه طفل وهو يلعب لعبه مع اهله، والاهل متجاوبين معاه. فبالتالي احنا اللي صاير من الاطفال قاعدين في البيت بالمدارس الحين واقفه والاهل صاروا اجرب منهم، اللعبه هذه بشوي تكسر الحاجز من الافكار العاديه. فبنيناها من هذه اللعبه، شلون هذا الطفل عنده مهام ينفذها، اللي هو نقصة الوالده، الميلس الرمضاني، والغبقه الاهل، ويمشي في مشواره من يقع من النوم ينفذ المهمه الى اخر المشوار وينجح في تنفيذها. طبعا ما نقدر ننكر ان هذه الفتره فعلا حرجه اللي قاعد تمر فيها دول العالم. نبي نتكلم عن اجواء التصوير، شلون كانت في ظل هذه الظروف اللي تمر فيها البحرين؟ طبعا بدر انتم عارفين احنا بعد كجهات اعلاميه شغلنا اساسا من ابتدت الازمه زاد، حتى ساعات العمل مالتنا زاد، يعني من 3 شهور احنا على طول في تصوير عشان نوفر ماده اعلاميه حق الناس اللي قاعده في البيت. فطبعا احنا حرصنا في لوكيشن التصوير اهم شيء السلامه، يعني العدد يكون اقل من المفروض الطبيعي اللي يكون موجود من الستاف، الماسكات، القفازات، التعقيم بشكل دوري. فكانت الاجواء دائما فيها حرص وفيها شويه سلامه، بس ان اهم شيء ننفذ العمل باحسن نتيجه. صح، واحنا اجواءنا في تلفزيون البحرين اجواء العمل دائما فيها جانب ضحك، فيها اجواء حميميه، كأن الكل يشتغل على قلب واحد واحنا كلنا اصدقاء ونعرف بعض. الجانب الاخراجي استاذ محمود في اي عمل سواء كان برنامج، فواصل، فيلم، مسلسل، دائما المخرج يضيف لمسته، اللمسه هذه اللي تخلي العمل مختلف. هذه الفواصل شنو ضافت لك، ومحمود الشيخ شنو ضاف لها؟ أول شيء هو مدام فيها لعبة أطفال، فأنا حرصت أن الجو غرفة الطفل يكون من إضاءة، من ديكور، مقارب حق عالم الأبطال الخارقين. فبتشوفون الإكسسوارات اللي محطوطة في الغرفة، الصور، اللايتنج اللي محطوط كشعارات، يساعد الطفل أو يساعد المشاهد أنه يفهم عقلية الطفل وهو قاعد يخلص المهمات اللي مطلوبة عليه.
اختيار نفس الممثلين واداءاتهم، حرصت ان يجاوبون مع هذه اللعبه اللي قاعده تصير، بحيث ان المسجات المطلوبه من الفاصل نفسه توصل بكل سلاسه. حركه الكاميرا نفسها، الالوان، اللوكيشن، كل هذه اشياء، الموسيقى المختاره حق الفاصل، حرصت ان هي تناسب ذي الجو العام من اللي يوصل رساله الفاصل. حلو جميل. أنا ما شاء الله عليك أنت مبدع، ويمكن التيم اللي معاك أيضا اللي راح نتكلم عنهم عقب شوي. إحنا بنخليك تشرب قهوتك، بنشوف إحنا الفاصل وبنرجع نكمل الحديث وياك. أنا أحمد، رجل المهمات الصعبة. تم تحديد الأهداف وهذه يومي باختصار. نقصة أمي جاهزة. أختي رغم أنها في الحجر المنزلي إلا أنها مستثمرة وقتها، حالاتها تشاركنا لمتنا. مريوم تعالي عند الدريشة، حول. علم حول. النقصة وصلت لكن بطريقتي الخاصة. أبوي منور وهو في عز كشخته، صار جاهز يروح الميلس. يا الوقت اللي أتحول فيه من رجل المهمات الصعبة إلى ريال البيت. أنا صدق حركي وأحب اللعب، لكن في نفس الوقت أعجبك وأعرف السنة. أمي تستعد حق الغبقة العائلية وتجهز طاولة الطعام بأحلى الأكلات. كل شيء جاهز. تعلمت أسبق الكل إلا أمي، دائما خيرها سابقني، وهالمرة أطباقها لمتنا كلنا. أبشركم أن مهمة رمضان الأسرة تمت بنجاح. يمكن شفنا العمل ويا بعض، وكل عمل ما يطلع بصورة جميلة ومميزة إلا إذا كان فريق العمل على قلب واحد متعاون. خبرنا عن فريق العمل، عن أجواء التصوير شلون كانت للفاصل. يعني شوف، أنا من الأشخاص الحريصين وعندي قاعدة: إذا كونت فريق العمل الصحيح بالتجانس المطلوب، بالهارموني المطلوب، التوقعات اللي أنت حاطها بتوصل حق أكثر منها. فالفريق حرصنا ان في كل المراكز المطلوبه ان نختار الناس الصحيحين اللي بينهم اساسا هارموني في الشغل. يعني من مدير الانتاج اللي وفر كل الالتزامات اللي احنا نحتاجها حق التصوير، من لوكيشن، من اكسسوارات، من ممثلين، من اجواء. يعني مدير الانتاج عندنا زميلنا علي سويد، طبعا ما في شك. فانتم عارفين اجواء مريحه، دائما يوفر ذي الاجواء ويرخي الاعصاب، لانه كان في تنشن في ساعات العمل تقريبا وصلنا لنا 16 ساعه. بس الستاف الثاني من ارت دايركتور، من مدير التصوير، من الايدي، من اللايتنج، فوكس بولر، الممثلين نفسهم اللي قعدوا ويانا 16 ساعه، خصوصا الطفل يعني اللي عمره تقريبا ما يتجاوز 11 سنه، فقعد ويانا من 12 الظهر الى 2 في الليل عشان ننجز العمل. فكل هذه التكاتف من الفريق بيوصلك في النتيجه الى توقعات اكثر من النتيجه تكون اكثر من المتوقع. حلو، الحين النتيجه فاقت المتوقع. الحين انا بعرف رده فعل الشارع، صدى العمل، ردود الافعال، شلون كانت محمود؟ مثل ما انت توقعت ولا افضل؟ والله شوفي، الهدف اللي انا بديت عليه الفكره في البدايه مثل ما قلت ان اكون مختلف عن الفواصل اللي كانت نازله. لما ياني من مسج من اكثر من شخص ان هذه اللي شفناه مختلف، انا هني عرفت ان اللي خططنا له وسعينا له وصل وبنتيجه ممتازه. فالاصداء انتشاره، خصوصا انه هو طفل، في النهايه قصه الطفل عند الجمهور تنتشر ازيد، خصوصا في نفس سنه. فلما عرفت من اصدقائي من زملائي ان عيالهم بدأوا يشوفونه، بدأوا يحطونه عندهم، فهذه الحمد لله يعني النتيجه اللي كنا نرجوها. الحمد لله. قبل الختام، شنو الكلمه اللي تحب توجهها اليوم؟
والله هي كلمتين، كلمة خاصة نوجهها حق أسرنا اللي احنا نبتعد عنهم بالساعات، يعني بننسى روحنا في العمل، كان المونتاج كان التحضير أو كان التصوير نفسه. أشكر أسرتي الصغيرة، زوجتي مريم ووالدي وخواتي وإخواني. وكلمة ثانية حق شعب البحرين. شعب البحرين احنا الحين في ذي العيد محتاجين ان احنا نفرح مع بعض في العائله الصغيره. صحيح. بس ان شاء الله العيد الجاي نفرح بالعائله العوده مع شعب البحرين ونطلع ونقدر نمارس حياتنا مثل ما كانت. يا رب، ونشوف فواصل مختلفه عكس الفواصل اللي شفناها الحين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا كان معنا المخرج الاستاذ محمود الشيخ، نشكر له اكيد تواجده معنا ونتمنى لك كل التوفيق استاذ. الله يسلمك وياكم، مشكور. شكرا.